أسوأ 5 إطلالات في مهرجان القاهرة السينمائي. كالعادة رانيا يوسف عارفة كويس قوي ازاي تكون ترند في أي مهرجان تظهر فيه، والمرة دي لبست فستان غريب جدا لأنه فستان بطرحة وكالعادة جريء جدا، ورغم ان فكرته جديدة إلا انه ما عجبش ناس كتير وقالوا انه مش مناسب للمهرجان. تاني اطلالة بقى كانت لأروى جودة، واللي ظهرت مع خطيبها الايطالي واللي اشهر اسلامه مؤخرا. اروى اطلالتها كانت جريئة قوي ولبست فستان من غير بطانة، ورغم انه كان شيك من فوق بس كان غريب جدا من تحت. صغرت 20 سنة، ده اللي اتقال عن النجمة صابرين، وكل اللي شافها قال انها حلوت جدا، لكن فستانها كان غريب قوي، ورغم ان الجزء الاسود كان شيك جدا بس الجزء اللي ورا كان غريب بجد. جوري بكر ظهرت بفستان اسود لكن تصميمه ما كانش مناسب خالص لجسمها، خصوصا وان الفساتين دي بتحتاج لجسم رفيع، ورغم كده كانت متألقة وواثقة في نفسها رغم ان سنها